بتحبوا الحلويات الكريمي الناعمة اللي بتدوب في البق كده؟ هنعمل النهاردة بقى حلو راقي وفي منتهى البساطة، خفيف جدا ومن غير بيض ولا فرن، بيرطب على القلب كده وخصوصا في الحر اللي احنا فيه ده. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي نادية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنحتاج في الوصفة دي لتر من الحليب اللي هو بما يعادل 4 كوبايات، وطبعا ممكن تنصصوا وتعملوا كوبايتين اللي هو نص لتر. هننزل على اللتر بتلتين كوباية من السكر، أو يعني كوباية لربع من السكر، والسكر أصلا حسب الرغبة ممكن تقللوه أو تزودوه زي ما انتوا عاوزين. كنت شايلة من الحليب حبة كده على جنب قيمة نص كوباية. وهنحتاج في الوصفة دي بودرة الكاسترد، وأنا استخدمت دريم. الكاسترد هو بودرة موجود في السوبر ماركت في قسم الحلويات مع الجيلي والكريم كراميل والحاجات دي، وهو بودرة لونها مصفر شوية، بتدي لون أصفر وطعمه طبعا أحلى بكتير من النشا، وبيبقى القوام كريمي وناعم على الآخر، أنعم من اللي بالنشا بكتير. والكاسترد بتاعي بطعم الفانيليا. وللتر هنحتاج 6 معالق كبيرة من الكاسترد. لو عاوزينه يبقى خفيف يبقى 4 معالق، عاوزينه يبقى ماسك نفسه شوية يبقى 6 معالق. بندوبهم الأول في الحليب كده على البارد، وبعد كده ننزل بيهم على الحليب والسكر شوية وهيبتدي يغلي، وبقلب وبخليهم على نار متوسطة مايلة للهادي علشان بس ما يلسعش من تحت، وبفضل اتابعه كده كل شوية واقلبه لحد لما يبتدي يدخل في مرحلة الغليان. سيبوه يغلي كده دقيقة ولا حاجة، وبعد كده بقى بننزله في طبق خارجي وبنغطيه ونسيبه يبرد لحد لما يوصل لدرجة حرارة الغرفة. انا بغطيه عشان ما يعملش وش من فوق. عايزين تبردوه بسرعة، حطوه في طبق فيه تلج او في طبق فيه ميه ساقعه، يعني حطوه في طبق وحطوا الطبق ده جوه طبق تاني اكبر منه يكون فيه تلج او ميه ساقعه. وعلى ما يبرد بقى هقطع شويه فواكه اللي موجوده عندكم، محدش يلتزم باللي انا اعمله، اللي موجود الفاكهه اللي موجوده. انا حطيت نص تفاحيه وموزايه، وكان عندي كمان شويه فراوله، خدت كده 4 فراوليات قطعتهم، وكان عندي كمان عنب اسود وعنب اخضر، وكان عندي شويه كريز في التلاجة بقالي شهرين حطاهم في التلاجة عايزه استخدمهم، ولو قعدت هتحمض وهتبقى مش حلوه. لما بكون عاوزاهم ياكلوا برميها لهم في وصفه من دول بقى زي ما انتوا شايفين كده، بيتاكل على طول في نفس اليوم. اول ما هيبرد هتلاقوه مسك نفسه وبقى قوامه كريمي زي ما انتوا شايفين كده، ما جمدش زي المهلبيه، لا كريمي. عاوزين تخففوا القوام خففوه بحليب عادي جدا، يعني لو القوام تقل منكم مفيش اي مشكله، تقدروا تخففوه بشويه حليب. نحط عليه بقى الفواكه، طبعا الكميه اللي تحبوها. انا حطيت كوبايتين من الفواكه على اللتر تقريبا. وبعد كده بقى بندخله التلاجة يمسك نفسه شويه او يسقع شويه، ساعه ساعتين، وممكن تغرفوه على طول وتدخلوا الكاسات او كوبايات التلاجة، مفيش مشكله. هي شوفوا الجمال. اولا القوام حريري وناعم جدا، بصوا بقى بارده، والميكس مع الفواكه يجنن، ومن غير بيض ومن غير فرن، وبسيطه ما بتاخدش دقايق تحضير. حلوه كمان قوي في التقديم، لو عندكم ضيوف ولا حاجه تعملوها لهم مش هتاخد منكم دقايق، ومش مطلوب منها انها تبقى جامده زي المهلبيه نهائيا، هي بيبقى قوامها كريمي زي ما انتوا شايفين كده، خفيفه وترطب عليكم في الحر ده. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه فيديو جديد.